أسعد الله مساءكم مشاهدينا، ونرحب بكم في الحلقة الخامسة من مجلة عدالة المتلفزة التي تصدر عن مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل بالشراكة مع شبكة آمين الإعلامية. وأعددنا لكم رسمة من أهم أخبار قطاع العدالة، وكما عودناكم سنتناول موضوعا يتعلق بالملاحقة القانونية لظاهرة الغش التجاري سواء في الأغذية والدواء في فقرة الريبورتاج. ووعدناكم في فقرة ضيفنا في عدالة أن يكون معنا سعادة القاضي سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى حول محكمة النقد، وفقرة الومضة التوعوية حول صفة الضبط القانوني، والمبدأ القانوني في مجلتنا حول العلامة التجارية والقوانين المفروضة في استعمالها. ونبدأ موجزنا العدلي بالخبر التالي. عقد يوم الأربعاء الماضي في مركز الإعلام الحكومي مؤتمر صحفي للإعلان عن إصدار المرشد الوطني لمناهضة التعذيب، الذي كان ثمرة تعاون مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب. وساهم بإعداده عدد من الحقوقيين والقانونيين المختصين في هذا الموضوع، حيث يعد المرشد الأول من نوعه في العالم العربي، حيث يصدر بالشراكة بين جهة حكومية ومؤسسة مجتمع مدني. تم خلال المؤتمر الإشارة من قبل المتحدثين إلى أهداف إصدار هذا المرشد وأثره المرتقب على مناهضة التعذيب. هذا الدليل مفيد جدا من حيث شموله على التشريعات وكذلك على بعض الاتفاقيات الدولية وعلى العديد من التوصيات التي يجب أن يتم الأخذ بها في فلسطين. هذا الدليل جاء جامعا شاملا للكثير من القضايا، بحيث أصبح دليلا مفيدا للمختصين. هذا الدليل، هذا المرشد بيأسس إلى خطة وطنية لمناهضة التعذيب، وكما ذكرنا بيرفع مستوى الوعي لدى المجتمع وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ الديمقراطية والعدالة في المجتمع الفلسطيني. نظمت وزارة العدل الفلسطينية زيارة لوفد خبراء بريطانيين في الوسائل البديلة في العقوبات، حيث التقى الوفد البريطاني برئيس وأعضاء لجنة إعداد مشروع قانون العقوبات الفلسطيني وعدد من الخبراء الحقوقيين، وتحدثوا عن التجربة البريطانية في إحلال العقوبات البديلة للحجز وسبل إثراء مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ببدائل عقوبات السجن. وتضمن البرنامج أيضا زيارة الوفد إلى مقر مجلس القضاء الأعلى، حيث جرى لقاء بين القضاة وأعضاء الوفد حول أهمية إقرار وسائل بديلة للحجز في قانون العقوبات. جبنا من بريطانيا خبيرين في شأن العقوبات من وزارة العدل البريطانية، لأنه في مشروع فلسطيني طبعا لتعديل قوانينكم بخصوص العقوبات وإدخال عقوبات بديلة. هي موجودة حاليا في أغلب الدول العربية زي السعودية وتونس، وهو نظام بدل ما الشخص يحبس وتفتقر عائلته أو يبعد عن محيطه الأسري، يجوز تشغيله في البلديات في المؤسسات والجمعيات الأهلية مقابل أو عوضا على أن يحبس. بحثنا عن أفضل تجربة وأحدث تجربة فيما يتعلق بالعقوبات البديلة، ووجدناها في بريطانيا، وبالتالي قمنا بالتوجه إلى الشرطة الأوروبية التي تابعت معنا هذا الموضوع، ونظمت لنا زيارتين إلى لندن. عقدت مؤخرا دائرة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى برام الله وبالتعاون مع إدارة المرور حلقة نقاش لقضاة الصلح حول جهاز فحص الكحول، وهو جهاز إلكتروني يعطي نتيجة خلال ثواني فيما إذا كان السائق مخمورا أو لا، عن طريق النفخ بعد عملية إدخال معلومات عن السائق، ثم يصدر تقريرا في نفس وقت المخالفة. نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة في نهاية الأسبوع الماضي مؤتمر العدالة الفلسطيني الرابع حول حقوق المرأة العاملة الفلسطينية والآليات القانونية المتاحة لضمانها،
وشارك في المؤتمر الذي استمر لمدة يومين عدد من الخبراء القانونيين الفلسطينيين والدوليين. تكدس النساء في فرص العمل المحدودة في القطاع العام، كما تم الإشارة بأن النسبة في القطاع العام وصلت 28%، ولكن في الاقتصاد الكل لا تتجاوز، يعني تتراوح دائما ما بين 12 ل 14.5 ل 15، لا تتجاوز سقف ال 15%. بمناسبة مرور اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلق منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية الأسبوع الماضي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق فعالياتها لمدة أسبوع. كما عقد أيضا اتحاد المؤسسات الأهلية للتنمية بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ مؤتمرا بعنوان حقوق المرأة من الشعار إلى التطبيق، حضره عدد من المهتمين والناشطين الحقوقيين. من المعروف أن قضية حقوق المرأة بجوهرها هي قضية حقوق إنسان وحقوق ديمقراطية وحقوق مواطنة، وهذه طبعا تحصيل هذه الحقوق هذه قضية صراعية، وهي جزء من عملية النضال من أجل الحقوق الديمقراطية في شكل كامل ومن أجل النظام السياسي الديمقراطي. صدر مؤخرا عن مؤسسة الحق دراسة قانونية من إعداد الباحث القانوني ناصر الريس بعنوان عدم مشروعية محاكمة المدنيين الفلسطينيين أمام القضاء العسكري، وأوصت الدراسة بصدور مرسوم رئاسي يحصر اختصاص القضاء العسكري بالأفعال والجرائم التي حددها قانون الخدمة في قوى الأمن. وأخيرا انتخب مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور أحمد حرب مفوضا عاما جديدا للهيئة ابتداء من العام المقبل، حيث سيتسلم منصبه خلفا للدكتور ممدوح العكر، وتم ذلك في الاجتماع السنوي للمجلس الذي عقد في رام الله مساء أمس السبت الماضي. المواطن الفلسطيني أمام تحد صعب من مخاطر ظاهرة الغش التجاري التي تقع عليه من جراء تناول سلع تضر بسلامته وآثارها السلبية على كل من المستهلك والتاجر الفلسطيني. ما رأي القانون في ذلك؟ وكيف يتم ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم؟ هذا ما سنسلط الضوء عليه من خلال الريبورتاج التالي. إن المناداة بقانون حماية المستهلك أصبح ضرورة لازمة في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد قضية الخبز المسرطن وحقيقة أعداد المخابز التي تحولت لقضية رأي عام، حيث تعتبر هذه القضية من أهم الوقائع التي تمثل درجة كبيرة من الجسامة والخطورة على أرواح الناس وصحتهم، وكذلك النتائج السلبية لتفشي ظاهرة الغش في الدواء والأغذية التي تطال كل مقومات الحياة والمجتمع، مما يدعو إلى اهتمام أكثر من كافة الأجهزة المعنية والمختصة لمواجهتها. وضعنا توصيات، من التوصيات هي معالجة هذا الخلل الموجود، سواء الخلل الموجود بالقانون، في الأجسام الرقابية، في جمعية حماية المستهلك، في كل هذه الأمور تناولناها بتوصياتنا، حتى الخلل التشريعي. ازدياد الخداع والغش في مجال المواد والمنتجات الغذائية والطبية بصفة عامة يشكل موجة من القلق، خصوصا في ظل التجارب المتكررة في السوق الفلسطينية، والتي أثارت تساؤلات حول ما هو دور الدولة في حماية المستهلك من هذه الأغذية الفاسدة، وما هي الخطوات الواجب اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة. إنه في حالة إنه تم النتج عن هذه المواد وفاة أشخاص معينين نتيجة الاستهلاك هذه المواد تكون هنا عقوبة الحبس عقوبة وجوبية. في عنا أيضا هنالك اللي هي عقوبات مثل المصادرة، وهي مصادرة وجوبية، والإتلاف بيتم إتلافها بمعرفة النيابة العامة حسب قانون العقوبات وحسب قانون الإجراءات الجزائية. يتم التركيز في دائرة صحة البيئة على مراقبة الأغذية، وهي قسم مهم في هذه الدائرة عن سلامة الأغذية. ومن ضمن النشاطات اللي بنقوم فيها طبعا هي الرقابة والتفتيش على كل منشآت الأغذية من المطاعم والمصانع والسوبر ماركت، ومحاولة مراقبة الاستيراد رغم الظروف الصعبة. طبعا ما فيش حدود وما فيش إجراءات استيراد كالدول الأخرى، لكن محاولة لمراقبة ومتابعة المستورد من الخارج وأيضا من إسرائيل.
أما النيابة العامة من خلال ما تقوم به من إجراءات وتحقيقات في البلاغات والمحاضر المقدمة من المختصين بوزارة الصحة ووزارة الاقتصاد ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة عن وقائع غش سواء في الأدوية والأغذية، وصولا إلى الحقيقة في شأن التكييف القانوني للواقعة أو جمع أدلة ثبوت أو نفي الاتهام، إلا أن مصلحة التحقيق قد تقتضي اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي، وهذا لا يكون إلا بعد أن يجرى تحقيقا من النيابة. الآلية بيتم الاطلاع على المحاضر، بيتم تزويدنا بمحاضر الاستدلال، محاضر الكشف، ومحاضر الإتلاف المضبوطات. بيتم تزويدنا بأسماء الشهود وأسماء المتهمين، ويتم التحقيق معهم واستجوابهم حسب قانون الإجراءات الجزائية 3 لسنة 2001. مواصفات واضحة هو شرط ضروري ولكنه ليس كافيا لضمان منتجات آمنة في السوق الفلسطينية، بل يجب أن يصاحب ذلك أجهزة رقابية يقظة تتوفر لديها البرامج والأدوات والآليات لقياس وفحص ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى تعاون وتنسيق بين الأجهزة ذات العلاقة لضمان مراقبة مستمرة على كافة حلقات السلسلة الغذائية. قانون ما فرق ما بين السلع المخالفة واللي بتشكل خطر على صحة المستهلك وما بين السلع المخالفة واللي بتشكل على صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني. اثنين، تعدد الجهات الرقابية في الأسواق الفلسطينية، هاي من المشاكل اللي بتواجهنا، ولا سيما أن درجة التنسيق بين هاي الجهات شوي إلى حد ما يعني محدودة، رغم أن احنا في وزارة الاقتصاد بادرنا وشكلنا لجنة تنظيم السوق الداخلي اللي هي بتمثل كل الجهات الرقابية وحتى مؤسسات القطاع الخاص. يجب أن يعاد النظر بالعقوبات الموجودة بالتشريعات المتعلقة بالغش في الدواء والغذاء. إن الآثار السلبية الناجمة عن الغش في المواد التموينية والغذائية والدواء بالإضافة إلى مياه الشرب لا تنحصر مخاطرها على صحة الإنسان والحيوان والنبات، وإنما تؤثر في نسيج المجتمع وسلوكيات الأفراد داخل الإطار العام للفساد. ولا ننسى أن جودة المنتجات الوطنية في الداخل والخارج تؤثر وتتأثر باستقرار البلاد وأمنها. تتربع محكمة النقد على قمة السلطة القضائية باعتبارها أعلى محكمة على صعيد التنظيم القضائي في فلسطين، فما هي صلاحياتها واختصاصاتها وطرق النقد فيها؟ نتعرف عليها مع الزميل ماجد العروري في مقابلة خاصة لسعادة القاضي سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس هيئة محكمة النقد. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم. يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف سعادة القاضي سامي صرصور نائب رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة محكمة النقد الفلسطينية. أهلا وسهلا بك سعادة القاضي. أهلا بك أستاذ ماجد. سعادة القاضي، بداية هل لك أن تعرفنا على الفرق بين محكمة العدل العليا ومحكمة النقد؟ بداية أشكرك على الاستضافة هاي. في الواقع برنامج عدالة هو برنامج يضع المواطن في صورة الجهاز القضائي ككل. جهازنا القضائي بالفعل الكل يعلم حديث نسبيا. محكمة النقد هي أنشئت برضو وحديثا تم العمل على تطويرها، وتم العمل أيضا على تحديد اختصاصاتها بموجب القوانين المعمول بها حاليا. محكمة النقد هي من مكونات المحكمة العليا، بمعنى أن المحكمة العليا مكونة من محكمة العدل العليا ومحكمة النقد. لكل محكمة من هاتين المحكمتين اختصاص محدد نص عليه القانون. محكمة النقد لها طابع خاص وهي محكمة قانون تختلف عن بقية المحاكم الأخرى. اختصاصاتها محددة بموجب القانون، وبالذات بموجب المادتين 225 و 226